خالد زكي. أما الفنانة اللي رح نكلمها بعد لحظات ولدت بكفر الدوار بمحافظة البحيرة. توجهت للقاهرة عام 72 حتى تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولفتت الأنظار إلى بالعديد من برامج الدراما التلفزيونية يلي أطلت فيها، فانطلقت بسرعة إلى السينما حتى يعرفون عليها ويسلموها جايزتها. بدعي على المسرح الفنان نقول القسطى والممثلة برناديت حداد. يسعد مساكم. والله يا دكتور هراتش، أنا شخصياً انتقلت معك اليوم لحالة دفى، لحالة حنين، ما بعرف، إحساس غريب استذكرت فيه الفنان زكي نصيف. البعض تحية لمطرح ما هو اللي هو الراحل الباقي، وبحب إلكن حبايبنا حوالينا، نسم يا نسيم علينا، حبايبنا حوالينا، نسم يا نسيم علينا، ودانا الهوى عدروب الهوى، بالهوى سوا تلاقينا. ودانا الهوى عدروب الهوى، بالهوى سوا تلاقينا. شكرا. نجمة مصرية تعشق الأدوار، ظهرت بعدد كبير من الأفلام والمسلسلات الشهيرة. ممكن نسمي منها مرت الأيام، أفواه وأرانب، قيس ولبنى، اليتيم والحب، دعاء الكروان، رأفة الهجان، الشهد والدموع. بونسوار. النص بين ايدين الممثل هو حالة وميت على الورق، والممثل بينبث فيه الحياة لحتى يقوم ويتقدم للجمهور بطريقة صادقة طبيعية وواقعية. التمثيل اليوم صار تسميع، ولكن على أيامها كان من القلب للقلب. ممثلة حققت جماهيرية بتعب وكفاح ومثابرة لسنوات طويلة، تلونت بأدوارها وتقمصت شخصيات عديدة، وتعمدت أنه تكون أدوارها وإطلالاتها بتحمل رؤية مستقبلية ورسالة هادفة للمجتمعات العربية. الفنانة اللي عم بحكي عنها واللي رح نستقبلها بزقفة كبيرة على المسرح هي السيدة والست والنجمة المصرية حبيبة قلب الكل، السيدة عفاف شعيب. تفضل. أنا هتجنن، أنا مش فاهمة الادعاء الكاذب ده. ما حصلش. البلد غرقانة من بدري، والغرقان في المية ما بتأثرش في نار يا سلام. الحمد لله، ده فضل ونعمة من الله. وبعدين يمكن أنا عشان صادقة قوي فبقدم الصدق. فأنا بحب فعلا إن أنا أقدم الصورة الحلوة الجميلة اللي بتظهر على الشاشة للناس.
الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا. سعيدة جدا أولا بالتكريم ده، وبشكر الدكتور هيراتش. اسمحوا لي بس أقول كلمة عن الراجل ده. يمكن ده تاني تكريم بالنسبة لي هنا في لبنان مع الدكتور هيراتش. حقيقي شخصية لطيفة جدا وشخصية محب للفن الزمن الجميل، واختار اسم حلو فعلا، فن الزمن الجميل. أنا نفسي بس الدكتور هيراتش يدوله وزير السعادة، لأنه حقيقي بيسعد الناس. فربنا يسعد قلبك زي ما سعدت الناس دي. وعايزة أقول حاجة كمان، الأغنياء وكلاء الله، أما الفقراء فهم أحباب الله. فخليك مع أحباب الله، طول ما أنت معاهم ربنا هيكرمك. أنا بشكرك نيابة عني، وبشكرك نيابة عن الشعب المصري إنك أنت كرمت الموسيقار الكبير جمال سلامة. شكرا دكتور هيراتش، وبجد شكرا ليك إنك كرمت كل الفنانين اللبنانيين اللي من الزمن الجميل، يستحقوا التحية والتقدير والاحترام. وبعدين اللي مالوش كبير يشتري له كبير. شكرا لك.